مرة جالي بيشنت العيادة وسألني يا دكتور هو ممكن الأسنان شكلها يتغير لوحدها من غير أي تدخل مني؟ والحقيقة إن ده سؤال مهم وحلو لأن فعلا الأسنان ممكن تتغير، على فكرة أسنانك ممكن تطول، هتقول لي إزاي؟ هشرح، وممكن تقصر وهشرح لك إزاي برضه، وممكن أسنانك كانوا مرصوصين وشكلهم جميل وفجأة بقى في ما بينهم فراغات، وممكن أسنانك كانوا مرصوصين وشكلهم جميل وفجأة ازدحموا وجم على بعض. يلا احكي لك كل موقف من دول بسرعة ممكن يحصل ازاي. مع الايام والزمن والعوامل اللي بتتعرض ليها اسنانك يوم ورا يوم، التغيرات دي ممكن تحصل. لو انت شخص بتجز على اسنانك بالليل وانت نايم وانت مش حاسس، فاسنانك هنا ممكن تتآكل وتقصر. لو انت بتشرب صودا كتير ومواد حمضية كتير زي الليمون وحمضيات كتير بقى احنا شرحناها قبل كده في فيديوهات، برضو ده بيسبب تآكل لطبقة المينا، وبالتالي ممكن تلاقي اسنانك من فوق بدأت تكون اقصر شوية من الاسنان اللي جنبها. لو انت واحد من الناس اللي كان عندهم تراجع في اللثة وانحسار في اللثة بسبب ان كان عندك التهابات في اللثة، او كان عندك جير كتير متراكم لفترة طويلة وانت ما نضفتهوش، او بتغسل اسنانك بقوة شديدة وقوة مفرطة، الثلاث حاجات دول هيسببوا لك حاجه اسمها انحسار في اللثه وتراجع في اللثه. يعني ايه يا دكتور انحسار وتراجع في اللثه؟ يعني اللثه في الفك اللي فوق هتنحسر وتطلع لفوق وتسيب الاسنان، وبالتالي الاسنان هتبقى اطول، او في الفك اللي تحت اللثه برضو هتنحسر وتنزل لتحت وبالتالي الاسنان هتبقى اطول. يبقى كده اسنانك ممكن تطول ولا لا لوحدها؟ ايوه ممكن تطول، وممكن برضو تقصر. يبقى كده اسنانك ممكن تقصر وممكن تطول لوحدها على الاسباب اللي احنا قلناها دي. تعالى بقى نشوف ايه اسباب ان ممكن يكون عندك فراغات ما بين اسنانك او ازدحام. لو انت جه عليك وقت من الاوقات وخلعت ضرس من ضروسك وما عوضتهوش ولا بزرعه ولا بتركيبه، الاسنان كلها بتبدا تميل كده بالراحه في المكان الفاضي، وده مش بيحصل في يوم وليله، ده بياخد وقت كتير على ما يحصل، ولكنه بيحصل. وبالتالي لما الاسنان تبدا تميل في المكان الفاضي هتخلق ما بينها وما بين بعض فراغات، ما هي كانت مرصوصه جنب بعض، اما يميلوا كده هيبقى في فراغات ما بينهم. ومش بيميلوا كده يعني، بيميلوا حاجه بسيطه، يبداوا يترحلوا في المكان الفاضي ده، يبدا يكون فراغات بسيطه ما بين الاسنان وبعضها. خليني كمان اقول لك ان ممكن يحصل ازدحام لما يكون انت بيطلع عندك ضرس العقل. ضرس العقل لو مش لاقي مكان يطلع فيه هيبدا يزق الاسنان كلها لقدام، وبالتالي يحصل عندك ازدحام في السنتين اللي قدام او الاربع اسنان الاماميين، يركبوا كده فوق بعض بسبب ان ضروس العقل مش لاقيه مكان تطلع فيه، وقاعده تزق الصف بتاع الاسنان كله عشان تلاقي مكان وتعرف تطلع فيه، فبالتالي يسببوا عندك ازدحام شديد في الاسنان. هي دي الاربع حاجات اللي ممكن تحصل لاسنانك وانت مش واخد بالك. عشان كده المفروض اول ما تحس ان في تغيرات من دي بتحصل لازم تستشير دكتورك في اسرع وقت، علشان ما نستناش ان التغيرات دي تبقى كبيره وكتيره وتزيد عن حدها. لو وصلت معايا لحد هنا يبقى الكونتنت ده عجبك يا صديقي، فما تنساش تعمل لي فولو علشان لسه اللي جاي كتير. واشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.